عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في قناة ديامونتا ديامون مع سلسلة تحضيرات رمضان 2024. قضيان، مشتريات، تنظيف عميق للثلاجة، طعام القمح جاء ما شاء الله روعة، كل شيء بالتفصيل نشارككم به في نهار اليوم. لا فيديو تاع نهار اليوم ان شاء الله تلقاكم كاملين بخير ومهنيين. نقولكم اللي دخلوا اول مره للقناه ما تنسوش تشتركوا في القناه هكذا باش يوصلكم كل ما هو جديد من الفيديوهات. تضغطوا على زر الاشتراك بيان سور، ما تنسوش تكتبوا لي تعليقاتكم، ما تنسوش الجيم او اللايك. ونبدا معكم لا فيديو تاع نهار اليوم مع اجواء الفجر، صلاة الفجر، اذان الفجر. شاركت معكم كل شيء، قعدوا معايا نقولكم كاملين فرجة ممتعة للجميع. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. كل يوم بعد ما كنت توضيت هنايا وقت الفجر راح نصلي صلاتي ان شاء الله، ونقرا سورة البقرة. سورة البقرة اللي ان شاء الله راح نخصص لها اون فيديو سبيسيال ان شاء الله باذن الله، كيما وعدتكم وكيما طلبتوا مني. شحال من وحده وشحال من كومنتير وشحال من تعليق كتبوا لي قالوا لي هضري لنا على سورة البقرة، كيفاش طريقة حفظها، كل شيء كامل أسرارها وكيفاش استفدت أنا منها، كل شيء بالتفصيل إن شاء الله راح ندير لكم إن شاء الله في فيديو وحدها. هذه هي هنايا بعد ما كنت كملت، كانت شرقت الشمس. الشمس اليوم جا الحال أو الجو جا ما شاء الله. اليوم الجمعة، نقول لكم جمعة طيبة ومباركة للجميع. مع طعام القمح راح نبدا به معاكم. وجدته هنايا نفختو شمختو هنايا، نقولوا نفخوه بهذه الطريقة. هذا مفتول باليد تاع الدار ماهوش مشري. ولا هنايا بعد ما شمخته بما دافي كما راكم تشوفوا، خليته هنايا يتشرب. هنا زدت شللته 3 مرات، شللته وعصرته درته في الكسكاس كيما شفتوا. وراني هنايا خليه يتشرب بعد ما من بعد ان شاء الله نكمل معكم
طريقة التحضير تاعو كامل بالتفصيل. بعد ما تشرب هنايا خليته هنايا يتشرب ومن بعد فورته. هنايا راح نفورو دو فوا، التفويرة الأولى كيما نفورو الطعام عادي، التفويرة الأولى ومن بعد نعاودو بالملح والزيت والماء نزيد نشربو من بعد باش ندهنو، باش نفورو تفويرة الثانية وندهنو. صافي معناتها زوج تفويرات، التفويرة الأولى بعد ما كنت شمختو ولا نفختو، والتفويرة الثانية بعد ما عاودته بالملح والزيت، درتلو شوية ملح شوية زيت والماء، خليته هنايا يتشرب. من بعد رايحة نفورو التفويرة الأخيرة وندهنو إن شاء الله، وتشوفوا الشكل تاعو في آخر لا فيديو. هنايا جيت نشارككم بمشتريات، هذه مشتريات خاصة رايحين ان شاء الله باذن الله تعالى، هذه لصيام الايام البيض. برك هنايا كيما راكم تشوفوا هنايا افكار لرمضان. هنايا الزيتون، شريت هذا الزيتون تاع جواز الزيتون اللي بلا علفة، مع زيتون تاع الشلاضة الكحل، شويه تاع طوماطيش، وهنايا الفول الاخضر ثاني باش نديرو نفورو هنايا، باش راح نديروه ان شاء الله في العشاء. ان شاء الله راح نشارككم به في الفيديو الجاي. هنايا الشيشة تاع المرمز جد هايلة ما شاء الله. هذه انا كل رمضان وكل عام ان شاء الله ربي يدخلوا علينا ان شاء الله هذا العام بالصحة والهنا، احنا وانتوما كاملين مع لي زيبيس. هذيك الشيشة كيما شفتوا تاع المرمز دايما نشري انا غير شوية نسيها، الا عجبتني نزيد نشري من عند نفس الشخص اللي شريت من عنده. هنايا شريت ثاني شوية تاع اللحم بقري باش نفوتوا هاد الايامات نصوموا باذن الله تعالى، ربي يقدرنا ويقدركم كاملين. وهنايا هادو مواد التنظيف، مواد التنظيف كما راكم تشوفوا. انا نشري على حساب ما نستعمل، وكل مرة نبدل ما نشريش نفس النوعية. بصح هذه النوعية هذه المرة عجبتني بزاف، مع هذاك السائل تاع اليدين، مع هادو لي بول بنيتوايون تاع الصال دو بان تاني يطلقوا ريحة شابة تاع للتعطير. هنايا الروز شريت من هذا النوع مفور طويل تاني، هذا يعجبني بزاف. بابي ابسوربون مع السكر هنايا شريت باش ندير به تحليات، وندير به حاجات للسهرة ان شاء الله، مع خمارة ندير بها كاش حاجة تاع قاطو ولا حلوى. ولا شريت هذاك الدقيق المتوسط مع الدقيق الرطب. هذه هي هنايا كانوا هنا مشتريات، هنا كنت مقسمتهم ان شاء الله باذن الله، حاجات اللي نحتاجوهم رمضان كيما هذو لي ساشي، هذو الاكياس شريتهم باش نكونجلي، باش ندير فيهم حاجات هكا تاع الجبانه وكلش. وهنايا عندي هذا الفرماج مونلي يذوب ويجي روعه، سورتو نستعملو انا بزاف بزاف وعجبني مع الديول. هنايا بديت معاكم الفريجيدار ولا الثلاجة بعد ما كنت طفيتها، وهنايا كنت ذوبتها. هنا ما شاركتش كلشي كاع كيفاش طريقة التنظيف تاعها، برك وريت لكم حاجة امبورطونت، حاجة مهمة بزاف بزاف في الفريجيدار، هي هذيك العلبة. هذه لهنايا من اللور كما راكم تشوفوا، من تحت كاين واحد العلبة، واحد الباطا دوك نجبدها تشوفوها كيفاش دايره. هذيك لازم تتنحى، كل ما نقي فريجيدار، كل ما نغسل الفريجيدار تاعي نحيها وننظفها مليح، نغسلها ونعاود نرجعها بعد ما نشفها مليح، نعاود نرجعها لبلاصتها. هي سهله للتركيب تاعها، التركيب تاعها عندها واحد الكروشيات تدخل بسهوله وتتركب. هذه هنايا فريجيدار بعد ما كنت نقيته كامل، نشفته من الداخل، بقالي غير من برا برك. كنت نقيته انا بالخل، انا نستعمل الخل، ما تستعملوش جافيل ولا، باسكو راح يصفر لكم كامل الفريجيدار. هنايا انا استعملت كما راكم تشوفوا الخل، مسحته كامل من الداخل من برا كاع، نشفته نقيته غسلته كاع دوك السلال. دوك تشوفوا كامل كيفاش نظمته من الداخل، بطريقتي، وكل واحد وطريقته. هنايا انا نوريكم باللي
أهمية هذاك التنظيم أو أهمية هذاك السلال ولا هادو لي بواط، كل واحد شي يدير في الفريجيدار تاعو. أنا شارية هادوك السلال اللي شاركتكم بهم منظمات، نظمت فيهم كامل كامل فريجيدار. وثاني يبقى الفريجيدار نقي كي تجو تغسلوه ولا تجو تنقوه المرة الجاية تصيبوه ساهل مع واحد البلاستيك. ثاني أنا شريته كيما طواسيري ترونسبارون، ثاني نفرشو فوق هذوك لي زيتاجير تاوعو. وهذا هو الشكل تاعو بعد ما كملت هنايا كيما راكم تشوفوا. كاين اللي مازال ما اورغانيزيتهمش كيما بزاف كاين شي صوالح مازال ما نظمتهمش. برك انايا درت غير حاجات بديت غير بالتدريج ولا غير بالعقل. هنايا الشلاضه هذه كنت دايرتها في ديك السله غاسلتها. عندي ديك البلاره تاع الحار مرقد ان شاء الله راح نشارككم به. هذاك اللي خليته رمضان عندي بزاف من اللي وجدته برك ما شاركتوش معاكم. عندي هنايا هذو السلال دايره هنايا مشتقة الحليب. هنايا درت فرماج مع الحليب البن اي حاجه نديرهم في كل حاجه في السله تاعها. هنا كنت درت الخضره اللي كانت عندي كنت مازال ما شريتش الخضره كامل برك درت غير اللي كانت بقيت لي. انا كي يكون راح نقي فريجيدار ولا نخلي حتى الاخر كي يخلص لي كلش باش نقيه هكذا. هنايا بعد ما كنت غسلت هذاك الطواسير اللي راح نديرو من الفوق مع هذوك تاع اليدين تاعو تاع الفريجيدار هادو هما كيما راكم تشوفوا ركبتهم يقفلوا بهذا القفل. وثاني يحافظوا على النظافه تاع الفريجيدار من برا. هنايا هذا هو هنا درت واحد الفاز ثاني تاع ورد ثاني من الفوق. هذا الفاز صغير درتو كديكور. هذا هو جا الشكل تاعو سامبل. انا نبغي لا سيمبليسيتي في التنظيم في الكوزينه ولا ما نبغيش حاجه شارجي بزاف. هذه هي هنايا جات الشكل تاعو كيما راكم تشوفوا على هاد الصورة. هنايا كما كنتوا تشوفوا المعدنوس القزبر درتهم تاني في سلة وحدهم. وهنايا بعد ما كنت كمل راح نشارككم هنايا بالتيشة. شوفوا التيشة تاع المرمز جت ما شاء الله ريحتها شابة ما شاء الله. الريحة تاعها راهي بلا ما نطيبها راهي ما شاء الله. درتها في ديك البلارة تاع الزجاج وجيت هنايا نوجد الطعام باش كملت. هنايا كنت فورت التفويرة الأخيرة هذه لا ديرنيير راح ندهنو. هنايا ندهنو ونتلاقاو ان شاء الله وتشوفوا الشكل تاعو في الأخير. اليوم ان شاء الله بتحضيرات سلسلة تحضيرات رمضان قضيان مشتريات تنظيف حاجات غير شوية شوية من كل حاجة شاركتكم منها شوية. ان شاء الله راح نكمل معاكم سلسلة التحضيرات بإذن الله تعالى هكذا باش كي يلحق رمضان وواحد يكون منظم روحه ويكون كل شيء باش يلتهى بالصيام يركز مع الصيام. وهذه هي ان شاء الله ربي يدخلوا علينا وعليكم كاملين بالصحة والهنا امين يا رب العالمين. ما تنسوش اللايك ما تنسوش الجيم ما تنسوش تكتبوا لي التعليقات وشوفوا الطعام كيفاش جا. شاهدكم في الجنة وشاهدكم بالصحة والهنا. جا ما شاء الله بنين ما شاء الله سقتو باللبن. انا نبغي هذو الاكلات هكا الصحية ما نبغيش هذاك حاجات الغير صحية سورتو حاجة كيما هكا خفيفة وفي نفس الوقت مليح. ثاني هذا الطعام ثاني مليح في رمضان للسحور. نقول لكم هنا كملت معكم لا فيديو تاع نهار اليوم ومع السلامة. بسم الله.